لو حسيت باي رعشه في العربيه اول ما تيجي تدي لدي، حسيت برعشه في الموتور بتاع العربيه، هستاذنك تراجع اللي انا هوريه لك ده، لاني مش في عربيه او الثانيه والثالثه. تعالى بص، ركز معايا بقى وتعالى اوريك كام حاجه كده. شايف الموتور؟ العربيه دي دايره، تمام؟ وفي رعشه في الهيكل بتاع العربيه، لما تيجي تدي الدي او الار بتحس ان في رعشه في العربيه. تعالى كده اوريك حاجه. بص 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 هنا، بص خش كده بالكاميرا. شايف اللي انت قدامك دون؟ بص بص الناحيه الثانيه، القاعده بتاعه الفتيس مقطوعه زي ما حضرتك شايف كده، وبتعمل رعشه في الهيكل بتاع العربيه. اول ما بتيجي تدي الدي الرعشه تلاقيها زايده قوي 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 قوي. تعالى كمان اوريك حاجه ثانيه. دي عربيه، خليك بقى معايا ما تروحش مني في حته. تعالى بقى نبص على العربيه الثانيه. بص 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 هنا، ركز معايا. بص كده القاعده هنا ايه اللي حصل؟ القاعده برضو مقطوعه، تمام؟ الجنب ده سليم والجنب ده كويس. طيب تعالى اقول لك معلومه كده على السريع. اولا القاعده بتاعه الفتيس محتاجه ان هي تتغير. طيب حلو قوي كده. في ناس بتقول لك نغير طقم مواعيد، لا انا ضد الفكره دي، لان القاعده دي سليمه ما فيهاش اي مشكله. الفايبريشن بتاعك كويس. تيجي تبص عليها من تحت تلاقي ان هي مش نازله لتحت او ضربه زيت او فيها حاجه، والرابر بتاعها سليم والاهتزاز بتاعها سليم، ما فيهاش اي مشكله، فبدون تغيير ما تغيرش. تمام؟ انا عندي القاعده دي بايظه لان اكتر قاعده بتبوظ عندي في العربيه هي قاعده الفتيس. قاعده الموتور ممكن تكون سليمه، فما فيش داعي لتغيير قاعده الموتور والشداد مع تغيير قاعده الفتيس. لا، قاعده مقطوعه زي كده تغير قاعده الفتيس، تكشف على القاعده هنا سليمه، تمام؟ سيبها زي ما هي. هتبص على الشداد بتاع الفتيس لان ده معلوش لود وده معلوش لود زي اللود اللي بيكون متواجد في قاعده الفتيس. قاعده الفتيس هي اكبر قاعده في الموتور بتاع العربيه بيكون عليها لود، والنموذج اللي انا بتكلم عليه هيونداي وكيا دلوقتي، تمام؟ فدي مشكله بنواجهها على طول في سيارات هيونداي وكيا. لو راجعنا العربيات دي كلها هتلاقي فيها نفس المشكله. فلو جيت لقيت في رعشه، اديت الدي بتاع العربيه، حسيت ان في رعشه هنا، بيبقى قاعده الفتيس فيها مشكله. القاعده دي بتعمل عيب مختلف خالص. لما تيجي تبدا تدوس سنه بنزين بتحس ان الموتور بيتهز بالشكل ده، فتلاقي الموتور من هنا عمال ايه، حاسس ان في مشكله في الجنب اليمين بتاع العربيه. تحس اول ما بتدوس الموتور بيروح ويرجع، فبيكون هنا معناها ان القاعده بتاعه الموتور فيها مشكله. طب ايه بقى الشكوى بتاعه الشداد بتاع الفتيس؟ اول ما بتيجي تدي الدي تسمع صوت تك، تيجي تدي الار تقوم سامع صوت تك، يبقى هنا الشداد فيه مشكله. رعشه اساسيه تبقى في قاعده الفتيس. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.